فيجب عليكم يا معشر السلفيين أن تتعاونوا على البر والتقوى. وأعظم البر والتقوى تمسككم بالمنهج السلفي، تمسككم بالسنة، وينضم إليه أن تأخذوا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويتحقق هذا بأمور، منها الصفح عن خطأ أخيك في حق نفسك. ثانيا، إذا كان هذا منقولا إليك من شخص فأعرض، لأن كثيرا من النقلة يسيئون إما لسوء قصد أو لسوء فهم، فالأول مستبعد إن شاء الله فيما بينكم، يعني سوء القصد، وسوء الفهم قد يحصل. فلا تتسرع في لوم أخيك ومقته، فإذا كثر وضجرت منه فأرى أنت أن تقابل أخيك وتقول: يا فلان نقل إلي عنك كذا وكذا، فإن كان صحيحا أنا أعتب عليك في هذا، وإن كان بلغك عني موجبه فما هو، ثم اعتذر له إن كان صدقا، وإن كان غير صدق فبين أن الناقل كاذب. ثالثا، إذا اختلفتم في مسألة ولم تجدوا من إخوانكم الذين سبقوكم في ميدان الدعوة حلا لها، فانقلوها إلى أفاضل العلماء أو طلاب العلم في بلدنا أو في بلد آخر تجدون فيه من يوثق بدينه وأمانته وجميل نصحه. نعم.